يسعد مساكم، منتدى عشاق سوريا الأسد. اليوم حيكون هو الدرس هو عن أدوات التحديد بالفوتوشوب. آه، حنشرح شرح مفصل لأدوات التحديد حتى يكون عندنا معلومات زيادة عنها، لأنه هيدي مهمة كتير. إذا بتلاحظ هون عندك فايلز، إديت، إيمج، ولاير، وسيلكت اللي هي التحديد. بعطيك قائمة بحد ذاتها لأهميتها بالفوتوشوب. أول شي حنفوت على نعمل صورة جديدة أو تصميم جديد. حندخل على فايل نيو، أو الشورت كات لإلها هي كنترول ان. انا افضل ان نضغط على طول نحفظ الشورت كات لإلها عشان السرعة، عشان تميزك لما تعمل تصميم ما ياخد معك وقت كتير، ساعة وساعتين وثلاثة، بتاخد معك مثلا 10 دقايق او ربع ساعة. اذا كنت حافظ الشورت كات لإلهم. اضغط على على فايل نيو او على كنترول ان. بنلاحظ هون الاسم، اختار مثلا واحد. هون شو بدك تعمل الصورة لشو؟ مثلا للفوتوشوب هدول ثلاثة، او مثلا للفيديو او للورق المطبوع. مثلا انا بدي اعمل الفوتوشوب، اختار 800 ب 600 مثلا، او 640 ب 480، او 1024 ب 768. انا بفضل استخدم 800 ب 600، او مثلا مثل ما بدك انت، بدك تعمل واحد جديد حسب ما بدك تعمل. تختار الكاستوم. سبلان لاحظ 800 هو العرض، 600 هو الطول، والريزوليوشن هي ال 72 هي جودة الصورة. اللي بحب يطبع الصورة بعدين بس يعمل تصميم بيختار طبعا 300 هون. هون عندنا هون عندنا النوع اللون، شو هو نوع اللون اللي بستعمله بالصورة. في عندك البيت مات وكلاس سكال، وعندك الار جي بي كولر، وعندك سي ام واي كي كولر، وعندك اللاب كولر. انا بفضل نستخدم هدول الاثنين، هدول ما لنا فيهم. فعلا الار جي بي كولر اللي هي اللون الريد والجرين والبلو اللي عادة بنستخدمها نحن اذا بدنا نستخدم التصميم بس على على الكمبيوتر، اذا ما بدنا نستخدمه على بالاستوديو او على او نطبع او شيء. اذا ما نطبع طبعا بنختار السي ام واي كي اللي هي فيها الوان اكثر حتى تستقبلهم الآلة طابعة وترص او تطبع الصورة مزبوط. اوكي، انا اختار الار جي بي بس حاشتغل الصورة بس على الكمبيوتر. هون عندنا البيكسل او الانش او السنتي او الميل او غيرها. انا بفضل نختار البيكسل عشان هيدي الشاشة هي مصنوعة من البيكسل، هي نقط صغيرة صغيرة صغيرة. اوكي، بس تختار من فوق مباشرة مثلا انش، بدها تغير تحت الانش مثلا بيكسل، بعد ترجع تعطيك هون بيكسل، هون بعطيك البيكسل على الانش. اوكي، ما بنلعب فيها. هون 8 بايت مثلا، بنلاحظ هون عندي واحد ما بيقراها. اوكي، بنلاحظ هون 8 و16. 8 هي قديش حجم الصورة، 1.37 ام. هون دوبلت صارت 2.75 عشان عشان يكون حجمه خفيف وصغير حختار 1.37 37. هون الباك جراوند عندنا اللون الابيض، عندنا باك جراوند كولر. مثلا عندي انا هون باك جراوند كولر هو اللون الاحمر. اذا اخترت الباك جراوند كولر هون حيعطيني التصميم لون احمر. طبعا اذا غيرت ابيض او اصفر او اي شيء نفس الشيء كمان بيعطيك اللون. هون الترانسبارت اللي هي الفارغه، بيعطيك صوره فارغه ما فيها شيء ابدا. هيدا هم بحب بفضل العب فيهم. هي آه، تعريف الكولر. انا هون اذا بتلاحظوا لحاله هون معرف عندي اول وحده. اوكي، فيك تختار انت اللي بدك اياه، بس انا بفضل نتركها مثل ما هي. وهون البيكسل شو بدك البيكسل كيف بده يقراه. بدك اياه مثلا فيديو او سكوير او هيدي اللي تحت. انا بفضل نتركها مثل ما هي سكوير، مثل ما هي موجوده بالفوتوشوب. حضغط اوكي. انا هون اخترت فارغ، اختار ابيض. اوكي، هيدي بيضة. اوكي، اول شغله حنقول انه انا لغتي فرنسي مش انجليش، عشان هيك بتحملوني شوي بالتهجئه او بقرايه الكلمات. اول شيء حنشوف هيدول اللونين، هن الفور جراوند والباك جراوند. هيدا اللون الازرق فينا نغيره. اوكي، مثلا بختار لون اخضر مثلا، وهون مثلا لون احمر بقدر بغيره اللي بدي اياه. بنلاحظ هون اللون الاحمر هو اللون اللي كنا مستخدمينه، وهيدا اللون الاسود اللي عم نغيره مثلا. اوكي، هيدي السويتش هي اللي بتقلب هيدول بتقلبهم، او بتضغط على اكس بالكيبورد الشورتكات اللي لها. او هيدي بتقلب لك الالوان، بترجع لك على الاسود والابيض، او على حرف الدي بالكيبورد. اوكي، طب انا كيف بعرف الشورتكات؟ بمرر الماوس هون
على هيدي اي مفتاح بنلاقي اخره الحرف الاختصار له هون اكس، هون مثلا دي. انا طبعا حافظهم، ولازم اكون حافظهم حتى ارتاح بالعمل ويكون العمل سريع جدا. عادة لما انا اشتغل ما بشوف هيدي بخفيها كلياتها مثلا، ما بشتغل عليها. مثلا اختار اللون الاحمر، هون حترك اللون الابيض مثلا. اول شي حنبدا عشان يكون الدرس طويل شوي. حابب ادخل بالدرس. هو ادوات تحديد سيلكت هيدور 3. اذا بنلاحظ هذا الشريط موجود على هيدور 3. اذا ضغطت انا مثلا هون ما بلاقيهم موجودين. اوكي تمام. بس على على السيلكت موجودين، وفي بعد خيار تاني مثلا مثل هيدا موجود، بس هنشرحه بعدين. اوكي هنشرح هيدول خطوة خطوة. اول شي هبدا بادوات التحديد هيدول 3. اوكي ابدا اول شي بالمربع بالدايرة. هيدا المربع. آه اول شي بنطلع هون انا شو هعمل. انا عملت مثلا نيو، هو بتعمل تحديد جديد. طبعا بيختفي اللي كنت عامله. اوكي لما اختار هون اد، لما اختار اد حارسم مثلا رسمت هذا التحديد، حارسم بعد تحديد تاني. اوكي وتحديد تالت، او اخترت الدائرة مثلا. اوكي مثلا اخترت هيدي. طبعا بطلع انا هون شو في عندي. انا كنت بختار نيو، بختار على اد. اوكي مثلا بختار هيدي مثلا. طب كيف انا نعبي هيدي؟ آه اول وظيفة لها للتحديد هي انه تقدر تعبيها. آه مثلا طبعا هم بس اختاروا على النص بتحرك كيف ما بدك وكيف ما نعبيها. اللون الاحمر او اللون الامامي هو مفتاح له الت، والتعبئه اللي لها باك سبيس على الكيبورد. المفتاح الثاني الباك جراوند هو الكنترول، والباك سبيس طبعا بتعبي او بتملل الصورة مثل ما بدك انت بأي لون. مثلا حضغط ال باك سبيس حشوش حيصير معي. عبيتها باللون الاول اللي هو اللون الامامي، اللون الموجود عندي هو اللون الاحمر. اللون الابيض هو الكنترول باك سبيس. طبعا حركز شوي انا على هيدول لانه هيدول مهمين، بس طبعا بدوس جاي ما حاذكرهم ابدا. لحالكم لازم تحفظون وهن مهمين، لازم بدنا نحفظهم دغري. حضغط كنترول باك سبيس حرجع على الخلفيه بيضاء مثلا. بنشوف هيدي الزائد بتمنى الاد، عملنا الاد. هيدي الماينس مثلا، او سبتراك. مثلا هيدا بدنا نشيل انا هيدا الدايره. بس طبعا قبل ما اشيل بطلع من هون عندي دايره مثلا على الماينس. اوكي او مثلا هون الناقص اللي بدي اياه، او مثلا هون. اوكي او مثلا هون، او مثلا هون. طبعا هون ما في شيء، هون بترجع الخلفيه مثل ما هي، ما عم انه حذفت منها. عبيتها مثلا بالالت باك سبيس، رجعت كتبت على الكنترول باك سبيس، او على كنترول زد ترجع خطوه واحده لورا، او كنترول الت زد ترجع قد ما بدك خطوات لورا. طبعا اذا حتكون انت على الكنترول وبتختار الاصابع التاني كيف بدك تختار الشورتكات اللي الك اللي بدك تستعملها. المربع تقريبا والدائرة نفس الشيء. بطلع انا هون بختار مثلا الماينس. اوكي او بختار مثلا الاد مثلا. عملت هيدي كلها اد، جمعتهم كلهم. اوكي آه هعمل مثلا الدائرة المربع عفوا. عملت الاد طبعا. حشوفها على الدائرة مثلا، حلاحظ انه هيدي موجودة على الاد. على الدائرة بلاقيها على الخيار اللي كنا مستخدمينه هو الماينس. هرجع على الاد مثلا. لو انه عملت انا هون مثلا ما حيعطيني شيء لانه هيدي كلها معي. بس لما اختار انا هون من برا حيعطيني الزيادة. اوكي هيدي التقاطع او الانترسكت. مثلا حتقاطع انا مع هيدي الدائرة مع هيدي. ملاحظة انا هيدي اللي التقاطع اللي بيناتهم. مثلا هعبيها مبين معها دغري. اوكي هيدي الفيزا حشرحها هلا. اختار نيو. تحديد جديد. اوكي هيدا اللي اختارها دايرة. حعبيها مثلا. شو بنعبيها بالالت باك سبيس ولا كنترول باك سبيس؟ اختار الالت باك سبيس اللون الامامي، بس لازم نحفظهم. برجع لازم نحفظهم لهدول الشركات المهمين. مثلا سحبت انا هيدي لهون، هختار انا ليلى فيزر. طبعا لازم نختار الفيزر قبل ما نعمل الدائرة، او بنضغط على الدائرة بس نعملها، او على اي تحديد عملناه بنلاقي فيه فيزر. اوكي مثلا هختار 10.
ما صار شيء. طب شو صار، شو انه شو وظيفتها هيدي الفيزر؟ حلونها مثلا. اوكي. هي بتنعم الحواف اللي إلها. بنلاحظ كيف تنعمت كتير، او الحواف اللي إلها خفت من حدتها. اوكي، مثلا بتصميم، مثلا تختار هيدا، بدي اسحب هيدا الشخص، كيف بسحبه؟ بختار هون على الاد، آه، بلف حواليه. اوكي، بظبط اللي بدي احدده. اوكي، حجرب اسحبها من دون ما اعمل فيزر. سحبتها بشكل حاد. اوكي، انا بضغط كنترول وبسحب، مش ضروري ارجع لهون، ارجع على دائرة، لا راحت يا راحت، كيف بدي اعمل رجعها؟ طبعا هون عملت لاير جديد، نحن ما حنفوت باللاير. ارجع لهون، هيدي هي الصورة. اوكي، مثلا هون اشي شكل حاد جدا، انه واضحة جدا، هاي من التحديد اللي عليها. انا مختار على الموف. طب بدي ارجع على الدائرة وارجع اضغط برا حتى يروح التحديد. طب مشكلة، بختار كنترول على طول، بس اختار كنترول بيعطيك نفس الاداة الموف اللي هي عشان ارتاح بالشغل. طبعا الموف الى شرح تاني لحال، كيف شرحه وشو ادواتها وكيف تستخدمها. بس هون اشي شكل حاد، حارجع كنترول الت زد. اوكي، كنترول الت زد، كنترول الت زد، هاخد نسخة بس منها. انا حطيته هون. اوكي، بس طبعا عملت لاير جديد. اوكي، هيدي الصورة بس عملنا لها نقلناها بدون ما نعملها فيزر. حجرب اعملها فيزر هلا. اختار 10، اختار اوكي. طب هيك ما بنلاحظ صار شيء، بس لما نسحبها ببين معنا. طب حشيل هلا التحديد عنا. بلاحظ انه اخذت الخلفية اللي ورا الصورة. مزبوط، هلا مبين انه انا قصصها للصورة مش مبينة. وهيدي هي الوظيفة، انه الحواف اللي بتاخذ لون الخلفية اللي وراها. مثلا ملاحظ هون كيف لما قصيناها خفت شوي من حواليها هي الحواف اللي او نعمتهم. عشان هيك هيدي اللي هي وظيفة الفيزر، شغله مهم كتير بالفوتوشوب. بالدرس السابق ما استخدمناها عشان ما كنت فوت المعلومات كلها ببعضها، بس بالتحديد، بأدوات التحديد لازم نشرحها عشان هي مهمة كتير، وهي من ضمن أدوات التحديد. أو مثلا بغيرها مثل البين تول، مثلا لما نعلم. أوكي، بس علمت أنا هيدي. أوكي، ضغط رايت كليك، أو اخترت مثلا هيدي، بختار الفيزر. أو بدنا نعمل شغلة قبل، بدي أغير صورة غير بهدول بعدين نتعلمها. المهم هيدي الفيزر هي اللي عملناها. بضغط كنترول بسحب اللي بدي اياه بدون ما ارجع للموف. اوكي، هيدي الكنترول هيدي اللهم صل على محمد. هيدي الفيزر. اوكي، حعلمكم هلا انا كيف خفت الصورة بس بعد شوي. المربع والدائرة تقريبا نفس الشيء. مثلا اختار جديد، نيو، هعمل مربع. طب هيدا مربع ولا مستطيل ولا شو ولا ما بعرف شو. اوكي، طب كيف بدي اعمل مربع؟ مثلا هعمل واحد جديد، رسمت مثلا هذا مستطيل، بدي اعمل مربع، بضغط على شيفت بالكيبورد بيعطيني مربع مباشرة. او دائرة كمان نفس الشيء، نفس التطبيق. بعمل هيدا مثلا بشكل بيضاوي، بضغط على شيفت بيعطيني دائرة مباشرة. اوكي، انا بطلع هون بختار نيو، مهم كتير هيدي. قبل ما ترسم بدك تختار شو بدك تعرف شو مختار، نيو ولا اد ولا سبتراكت ولا سيلكت ولا انتر سيلكت. اوكي، مثلا اخذت هاي المنحى الشكل بيضاوي، بضغط على شيفت بلاقي الدايرة. اوكي. اوكي، بشيل ايدي على الماوس، بعدين بشيل ايدي على الشيفت حتى تعطيني الدايرة مظبوط. طيب بعد شغلة، انا مثلا عندي شغلة هون محددة. مثلا بدي اختار او حكبر هيدي شوي. عملت انا دايرة. اوكي، اختار الماينس. طب انا بدي اصغر، بدي اعمل واحدة صغيرة بقلبها. طب هون لا، بدي ارفعها. طب كيف بدي ارفعها؟ يا ما عادش فيني ارجع، بدي ارجع اضغط كنترول زد. تعمل 10 خطوات او 20 خطوة مع بعض. وتعبك ترجع، بدك ترجع للاول. طب مش ظابطة، طب شو بنعمل؟ بنرسم. مثلا عملت انا هيدا الدايرة، مثلا هيدي الدايرة. اوكي، بضغط على الت، او بضغط على، مثلا عملت هيدي، بضغط على المسطرة بالكيبورد، او اللي هي السبيس. طبعا تأخرت شوي. حاجة علمتها مثلا، بضغط سبيس بسحبها كيف ما بدي، بعلمها بحطها وين ما بدي. تمام، هلون هلا مثلا. بشو بلون؟ بالالت باك سبيس ولا الكونتر باك سبيس؟ طبعا فينا نلون باثنين، بس انا عم بختار الباك جراوند وهو نفس لون الخلفيه البيضاء.
واللون الاحمر بختار هو الفور جراوند اللي هو الال باك سبيس. بلون بالال باك سبيس. لو نورمالت انا بالكونتر باك سبيس مثلا ما بيعطيني شيء لانه لون الخلفيه بيضاء وانت بتختار لون ابيض. لما تختار ال باك سبيس حاعطيك اللون الامامي اللي هو اللي مختارينه اللون الاحمر او اي لون ثاني. اوكي. آه بعد في الشغله بعد في الشغله مثلا انا عندي هون شكل محدد. اختار الصوره مثلا. اختار نفس الصوره اللي اخترتها قبل شوي. اوكي انا بدي احدد هيدا. يا لك اخترتها برجع اظبطها لهون. اوكي. طب انا بدي اختار من هون واسحب. لا لك كيف اجت لتحت شو بعمل؟ بضغط على ال بالكيبورد وبسحب. تمام انا علمت من النص وسحبت. تمام. هلا بسحبها بالكنترول حتى ما ارجع للموف. هيدي الشغله مهمه كتير كتير يعني. لازم يكون حافظينها ان هي الموف اختصار لها الشورتكات اللي هي الفي. بدل ما تفوت على الموف ورجعت ترجع على الدايره او على البنتول او على المحايا او اي شيء تاني بختار كنترول وبسحب. اوكي. وبضل مثلا بالدايره بضل بالدايره. مثلا اذا بدي اضغط على الموف اوكي سحبتها تمام. ارجع على الدايره او على الخيار اللي انا ما كنت بستخدمه. هاي بتسبب بطء بالعمل ولحتى تكون ميزتك الشغل بتضغط على كنترول وبتسحب. اوكي. هيدي بالنسبه لمفتاح القلب حتى تقدر تستخدمها. المربع والدايره قلنا نفس الشيء. هيدول الخط الافقي والعمود ما لهم شغل ما لهم شغل بالمره بالفوتوشوب. يعني ما بعرف شو كيف بدي استخدمهم ولا اي شخص شفته عم يستخدمهم ولا باي درس ولا باي شيء بحياتي. ما حملوا عليهم. اوكي. هيدي اللاست تول. هيدا الرسم الحر. اوكي بترسمه انت مثل ما بدك. بس هي طبعا بيستخدموها اللي عنده الشاشه بيرسم فيها بالقلم. طبعا هيدي الشاشه بتكلف كتير. مثلا رسمت هذا الشكل. هيدا غالبا ما بستخدمها. مثلا فلتته هون ترجع لهون. اوكي مثلا معبيها. اوكي. مثلا بضغط كنترول زد برجع لورا. هيدي غالبا ما بنستخدمها بس لازم نشرحها كنا. هيدي مهمة كتير البوليونال تول. لاس تول. هيدا الخيار التاني مهم كتير كتير. مثلا ضغطت نقطة انا هون بسحب بيعطيني خط. بضغط على الشيفت بيعطيني خط مستقيم. اوكي. لو نزلت بيعطيني زاوية 45 درجة. نزلت بيعطيني زاوية 90 درجة. اوكي. بس عملت هيك بدون شيفت بيعطيني خط الواء. اوكي بنلاحظ من التعرج بالخط يعني خط الواء. اختار شيفت. اوكي. اعطيني خط مستقيم حاكبس. هشيل ايدي عن الشيفت. هعلم مثلا هختار مثلا هذا الخط. عفوا. اوكي اخترت انا هيدي النقطة. هسحب هختار شيفت هعملها على السريع. اوكي. مثلا هعمل هيدا الشكل. لما انا مصوبة بيعطينا الدائرة الصغير بكبس عليها بسكر او كبستان طبعا كمان بسكر. بس بفضل نضغط على الدويرة عشان نرتاح في الشغل. هعبيه مثلا عملت على هيدا الشكل. او مثلا على تصميم تاني فيها صورة فيها اشكال وفيها شغلات بنستخدمها لهيدي بتعطينا شغل كتير حلو ومرتب. هي البوليونال بوليونال لاسو. هيدا الخيار التاني. هختار انا الماجنتيك لاسو. برجع بكرر انا لغة فرنسي مش انجليش. مثلا عندي هيدا الشكل بدي اعلمه مثلا. شو بختار هيدي اللاسو طول بقعد بعلمها بقعد ساعة. هختار مثلا هيدي هي لا. اوكي مثلا هي تشتغل على الفروقات بالالوان. مثلا هختار انا هون نقطة. همشي بدون ما اضغط على الماوس. جرب انت عندك بتلاحظ انه بدون ما تضغط على الماوس اللي عندي انا فوق بس عم بيمشي عم بتعلمها. هذا لانه لون واضح لون احمر ولون ابيض. طبعا بالخلفية لازم تتعذب شوي حتى رسمها مظبوط. انا بسحب بمشي. اوكي مثلا لو انا غلطت. اوكي. مثلا غلطت انا هون او كبستها كبستين سكرت الصورة كلها. مثلا كبست انا هون مشيت غلطت انا لتحت. اوكي انا هلا غلطت بدي ارجع كيف بدي ارجع؟ برجع من اول جديد. لا بضغط على الباك سبيس ترجع لورا. بسحب بالماوس. هلا هي عم تعلم. اوكي.
اوكي كبست كبستين علمتها مباشرة، افضل معلمها باللاست تول لحالها. اوكي مثلا هختار صورة، اختار هيدي مثلا. مثلا هعلم هيدا الطير، بضغط هون كبسة اوكي وبمشي. هذا الفراب بالالوان. بس على المنخار بده يدور، لان بده يضيع لانه فيه بالخلفيه اللي وراه. حضغط بالماوس كبسه عشان ما حد يضيع. اوكي حاكد له انا هون بدك تمشي، وبكمل عادي. هون ما في شيء، ما حيضيع ابدا لانه اللون واضح. اوكي حرجع باك سبيس، باك سبيس. اوكي حنزل شوي شوي. اوكي حدا هون كبستين هيك علمناه. حجرب اسحبه. اوكي تمام هيك علمناه. آه طبعا هون في عندك احرف الاسود، مثلا لو سحبته لبرا حيبين معي اكثر على اللون الابيض. اوكي مبين الحواف مبينة هون كتير. لا انا مثلا هعمل له فيزر، باكد عليها لانه هي شغله مهمه. اوكي بنلاحظ هون كيف اختلفت اللي علمناه السلكت اللي عملناه. هسحب مثلا بتلاحظ كيف اخذت لون الخلفيه. مثلا اخذت لون الخلفيه. اوكي مبين انه مش مقصوص مثل ما موجود هون، انه عاملين نفس الشيء. مبين هون مش مقصوص بالمره. مثلا حجرب اسحبه لورا لبرا، نعطي الفرق. مثلا هون اخذ لون الخلفيه البيضاء، الاسود ما انمزج هون تقريبا مع الخلفيه البيضاء. اسحب مثلا اللون الاحمر، ملاحظ كيف مزج مع الخلفيه اللي وراه. الحواف اللي له نعمناه كتير كتير. تمام هيدا هو الفرق بين هيدي وبين الفيزر. اوكي هيدي هي البولينار الماجنتيك لاس. طيب انا رح حين علي بعد شغله اعطاني اداه الماجيك. انا عندي هون لون ابيض اوكي، او عندي هون لون ابيض وهون لون احمر. طب انا بدي اجيب الماجنتيك واقعد اعلمها كلياتها. طب لا ليش؟ هون معطيني لون احمر كامل، بضغط بالماجيك. مثلا انا بختار هون 35 تولرنس، بس حاضغط على النص حيعدد لي اياه مباشره. اوكي مباشره من دون اي عذاب ولا اي شيء. مثلا لو بدي اللون الابيض بعلم اللون الابيض. حلون مثلا اللون الابيض، حلونه مثلا، او حلون هيدا بالاول. اختار هختار خلفيه تانية مثلا عشان اميزهم. اوكي مثلا انا اخترت اللون الابيض برا. حلونه حشرب شو حيصير عندي، او حلونه بالكنترول باك سبيس. تمام غير لي اياها. مثلا هيدا بدي غيره، بدي اعمله على لون الخلفيه. انا بدي اعمل على لون الخلفيه اللي هي اللون الاخضر هيك زيتي. مثلا حاضغط على الت ولا كنترول. الت هو المفتاح او الفور جراوند، هو اللون الامامي، وهيدا اللون الخلفي. هيدا اللون الامامي شو بختار؟ الت ولا كنترول؟ لازم نكون حفظناها. اللون الامامي هو الالت، واللون الخلفي هو الكنترول. انا بدي لون هيدي على اللون الخلفيه. اوكي حاضغط كنترول باك سبيس. لاحظنا كيف الفرق؟ هيك هينت علي من الماجنتيك. مثلا لو عندنا هيدي شغله مهمه كتير. حاضغط كنترول زيرو حكبر الصوره، او اضغط على كنترول بلس بتكبر الصوره. كنترول زيرو بيعطيك ملء الشاشه، قديش هي الشاشه عندك بكبرها. هي عمل الشاشه بنلاحظ هون 142. اذا بدي اعملها انا 100 بضغط على كنترول، بضغط على كنترول الت زيرو، بيعطيني الخلفيه 100%. بتلاحظوا 100%. انا بدي اياها هلا كنترول زيرو، بدي اعطيها من الشاشه عشان ارتاح بالشغل. حشيل هيدي شلتها. انا عندي هون لون ابيض، بس هون في فاصل بينهم. بتلاحظوا اللون الاسود هيك خفيف شوي. حضغط انا هون اعطاني اللون الابيض مباشره، بس ما اعطاني هيدي. لو دخلت على اد وضغطت انا هون على اللون، جمال اليوم مع بعض. بس انا هون في فرق بيناتهم. جمال اليوم مع بعض، جمال اليوم مع بعض. اوكي هيدا هو اللون الماجيك اللي بتريحك بالشغل على الماجنتيك. انا هلا علمتها مباشره، بس طبعا فيها احراب بعلمهم مثل ما بدي. اوكي مثلا هون بعد. تمام هلا بسحبه. لاحظنا كيف علمناه على السريع. مثلا هالنقطة عينه للطير ما تعلمت لانه شكلها اسود، ما انتبهت لها. برجع بعلمها، حكبرها بالماوس. اوكي هيدي الحركة حتعلمها بعدين. هيدي السحب. مثلا علمت انا بالنص. اوكي حجرب اسحبه هلا، انسحب مع العين.
هيك هينت علي كتير بالماجنت. طب انا هون عملت له حركت في حد والشغله مش حلو، عادي بضغط على الفيزر، بعمل له حواف لإله. هلا بسحبه، اوكي مثلا سحبته لهون، اخذ من لون الخلفيه اللي ورا، تمام. اوكي مثلا هون لون الخلفيه، مثلا بدايته لهون اخذت هون لون احمر، مثلا لتحت اخذت لون الزيت اللي وراه اللون الخلفيه، تمام. هيدي هي اداه الماجيك. وطبعا في بعد شغله كتير حلوه بالماجيك نقدر نستخدمها. مثلا انا بدي اللون الابيض هيدا كله، مثلا هيدا الابيض هيدا الابيض هيدا الابيض هيدا الابيض، بضغطة زر بنعملها، بس طبعا هنعملها بعدين. بنلاحظ هون انا مختار اد مش نيو، برجع بدك مش مشدد على هيدا الخطوه، انا مختار انا اد مش نيو، عشان هيك قاعد تجمع مثلا ارجع اعملها من اول جديد، لانه واحد إن كان حيقول لي مش انه كيف عملتها. بختار الاد، اوكي، وبعد بجمع فيهم، تمام. وبكمل الخطوات عادي. مثلا هيدا بدهني، مثلا انا بدي اللون هيدا القلب، بضغط على القلب، اوكي بكبر هيدي شوي، بعملها انا 40 مثلا. هيدا مثلا القلب، علامة اللون الاحمر مثلا، بتختار هيدي معه، مثلا بتختار هيدا اللون معه، مثلا بتختار هيدا، لا والله هيدا بديش اختار. طب شو بعمل؟ بعمل من اول جديد، بختار الماينس، ريحني كتير بالشغل الفوتوشوب او هدول الخطوات. بشيل هيدول، مثلا هيدي ما بدي اياها، هيدي ما بدي اياها. طب حجرب اسحب من هون. كيف بنسحب؟ بضغط على الموف، او حتى ارتاح بالشغل بضغط على كنترول وبسحب. طب انا سحبت من هون، عملت لي خطا، شو عامل لي انت عم تسحب على الفاضي. لا، بضغط انا على معلمته وبسحب، عشان ما حدا يقول لي غلطت او شيء. هيدا القلب بتلاحظ سحبناه وسحبنا شوي من تحت، اوكي. هيدي هي وظيفة الماجيك، شغلة خطوة كتير حلوة ومهمة كتير. حارجع عيد الخطوات اللي استخدمتهم بسرعة. هيك بكون انتهى الدرس. او الجزء الاول من الدرس. بعد في عندي السلكت اللي هي خطوه مهمه كتير، هيدول بدنا نشوف شو كيف بيشتغلوا. اشرح بالجزء الثاني بس عشان الوقت ما ياخذ وقت كتير، وباليوتيوب والتحميل والتنزيل، اوكي. هيدا المربع والدائره تقريبا خطواتهم نفس الشيء. هيدول اربع خطوات، الاد والناقص عفوا جديد، تعمل شيء جديد، ولا تزيد عليه، ولا تنقص منه، ولا تعمل تقاطع عليه، اوكي. مربع والدائرة نفس الشيء بالخطوات اللي لهم. مثلا مربع بضغط شيفت بعمل مربع، او دائرة بعمل دائرة بالشيفت بشكل بيضاوي. او مثلا بدي اسحب من النص، بختار الت بسحب من النص، شلت الالت سحبت من فوق، مع الت بسحب من النص. اذا بدي اسحب هيدا بدي اسحب لفوق، بضغط على سبيس او على المسطرة، بحركه كيف ما بدي. هيدول شغلات مهمة اللي عم بعيدهم، مش عم نعيد الشغلات اللي مش مهمة. طبعا شفنا الفيزر، مثلا علمنا هيدا، عملنا لها فيزر كيف بتغير الحواف اللي إلها بتنعمها. مثلا انا مثلا حدا بيقول لي ليه ما استخدمناش من فوق. مثلا هاخد 10 من فوق. اول شيء باخد بعلم من فوق قديش بدي اخد الفيزر اللي إلها، بعدين أنا بعلمها، اوكي. هلا مليها بالالت باك سبيس اللي هو اللون الامامي، بنلاحظ كيف الحواف اللي إلها تنعمت شوي، اوكي. بضغط كنترول الت زد برجع لورا. اتعلمنا بعد اللاسو، البولينال لاسو تول، والماجنتيك لاسو تول. اللاسو هي اللي ترسم رسم حر، البولينال هي اللي بتعمل الخطوط، بس تضغط على الشيفت بيعطيك خط مستقيم او زاوية 45 درجة. الماجنتيك هي اللي بتشتغل على فرات الالوان. مثلا اعطي مثل بسيط على السريع، الت باك سبيس، اوكي. بعلمها بالماجنتيك، بسحب بيمشي عادي، اوكي. مثلا هون 11 بعمل بضغط على الباك سبيس، شغله مهمه كتير، حيضيع هون مثلا، اوكي. مثلا بضغط بالماوس كبسه مش شوي، لا بضغط باك سبيس، بضغط كبسه، اوكي. برجع نزل او ما نزلش، او برجع هون بالباك سبيس، وبكمل عادي، اوكي. عم عشان بس يضيع انا عم حدد له الالوان، لا كمل انت على هيدا اللون انه ما تضيع. مثلا فوت انا لبرا، اوكي. هون 11 بعمل باك سبيس، بنزل، اوكي. بيكمل تحت لحاله، هي بتشتغل على فرقات الالوان. بس طبعا هون انه منعم الصورة، تعذبت فيها شوي. كنترول ال زد برجع كذا خطوة لورا، كنترول زد برجع خطوة واحدة لورا، يعني ما عادش برجع أكثر من خطوة واحدة. كنترول ال زد، أوكي، رجعت قد ما بدي. أداة الماجيك، مثلا لو عندي أنا مثلا عندي هيدا المربع، بدي أعلمه كيف بعلمه، بضغط مباشرة لهون، بيعطيني اللون الأحمر. بس طبعا ما أعطاني لون
الباهت او التنعيم اللي له، مثلا جربت اسحب. اوكي تمام. آه مثلا بدي اخذ هيدي الخلفيه اللي له، انا عامل ماينس. اوكي انا حددت اللون الزيت اللي برا بالماتش اللي تروح علمتها بدون ما تستخدم الماجنتيك برتاح فيها. تقريبا هدول اللي شرحتهم، او كمان بعد الالت باك سبيس والكنترول باك سبيس، هيدا اهم شيء انه نحفظهم لهدول حتى نرتاح بالشغل ويكون شغلنا سريع وافضل من غيرنا. شرحنا بعد هيدي الالوان، اللون الامامي طبعا هو الالت، واللون الخلفي هو الكنترول، طبعا بحكي بالشورتكات، الفور جراوند والباك جراوند. هون بتقلب الالوان. اوكي او هون بترجع لك الالوان اسود او ابيض. طب كيف بنرجع اسود ابيض؟ شو الشركات عاديه مثلا بدي اقلبهم، بختار الاكس. اوكي مثلا اولا انا ما عندي هيدي مباشره، بعرف انا مثلا اي لون بدي اعمل. اوكي نحن بعد ما ناخذ هيدي الشروحات كلها وناخذ خبره منهم، انت ما حتستعملها هيدي، حتسكرها او حتمحيها من هون. مثلا هيدا لو ما حدا عنده اياها في يجيبها من هون على التولز، مثلا هيدي مش موجوده. اوكي بفوت لهون بلاقيها على التولز. طبعا التولز هيدي لا مش حنشتغل عليها هلا، او على هيدي تولز. اوكي آه شرحنا كيف نعمل عمل جديد منيو كنترول او كنترول ان. اوكي تقريبا هدول اللي شرحتهم هلا. بعد في الجزء الثاني من الدرس اللي هو هيدي السلكت، حنشرحهم بالجزء الثاني بس عشان ما ياخذ الدرس وقت كبير. حننهي الدرس هلا. هاي الدرس حصل لمنتدى عشاق سوريا الاسد، الجزء الاول. الجزء الثاني تركبوه كمان على منتدى عشاق سوريا الاسد. فينا نفوت على جوجل بنكتب منتدى عشاق سوريا الاسد بنلاقي المنتدى، المفروض نتابع عادي، او بوصف الفيديو كمان موجود رابط المنتدى. والى اللقاء هلا في درس جديد اللي هو حيكون تكملة الدرس اللي شرحناه هلا، السلكت.